افضل افتتاح شطرنج المبتدئين بنسبة فوز اكتر من 74%. والدليل ان انا لما بلعب اول نقلة E4 خصمي غالبا هيلعب نقلة ال E5، وهنا انا بنتشر بالحصان طالب البيدق بتاعه، بيلعب نايت C6 يدافع عن البيدق. وفي الموقف ده لما نيجي نبص على الداتابيز او قاعدة البيانات، انا خليت هنا قاعدة البيانات خاصة بس بالمبتدئين لحد تقييم 1600. هتلاقي ان هنا اكتر نقلة بتجيب نسبة فوز للأبيض هي نقلة الدي 4 بنسبة فوز 53%، ولكن بالتفريعات الصح اللي أنا هديها لك النسبة دي هتعدي ال 74%. فكل اللي عليك تعمله دلوقتي إنك تعمل اشتراك في القناة، وبفكركم برضو إن لسه في خصم 25% على كل كورسات القناة بمناسبة عيد الأضحى. كل سنة وأنتم طيبين. رابط الخصم هحطه لك في أول كومنت. تعالوا نشوف مع بعض افتتاح الدي 4 أو اسمه افتتاح السكوتش. مبدئيا أنا بلعب نقلة منطقية جدا، أنا بفتح للفيل بتاعي وكمان انا بهاجم على مركز الرقعة. دلوقتي انا مهدد ان انا اكسب البيدق بتاعك، فبالتالي منطقي جدا في الموقف ده انك انت يا اما بتلعب دي 6 يا اما في 90% من الادوار غالبا الاسود بياكل بيدق في بيدق. فتعالوا نشوف. لو فكر هنا الاسود ان هو يلعب دي 6 اللي هي نقله مش بتتلعب كتير، في الموقف ده انا عندي حل من اتنين. يا اما افكر ان انا ازيح البيدق وساعتها يبقى معايا مساحة اكبر في مركز الرقعة ومعايا افضلية، او ببساطة افكر ان انا اكل بيدق في بيدق بفكرة انك لما بتاكل بالبيدق باكل وزير في وزير. ما ينفعش هنا تاكل بالحصان والا بكسب بيدق، لازم تاكل بالملك، وهنا ملكك بقى واقف في مركز الرقعة مش بينفع يبيت، وبرضه هنا انا معايا افضلية. فبالتالي بعد نقلة الدي 4 غالبا 90% من اللي انت بتلعبهم هياكل بيدق في بيدق. وهنا النقلة اللي انا برشحها لك دلوقتي انك تلعب بيشوب سي 4 وتنتشر بالفيل بتاعك، مش انك تسترد البيدق على طول. لا، انا هلعب بيشوب سي 4. ولكن في الموقف تعالوا الاول نشوف نقله كده ممكن نستخدمها في البليز او في الشطرنج الخاطف، وبرضه هتعمل معايا نتائج ايجابيه جدا. في الموقف برشح لك برضه انك ممكن تنط بالحصان تضغط على طول على البيدق اللي في مربع الاف 7. دلوقتي انا ضاغط على البيدق طالب النقله الجايه ان انا العب بيشوب سي 4 واضغط اكتر على البيدق تعالوا نبص على الاحصائيات. هتلاقي هنا ان اكتر نقله الاسود بيلعبها هي نقله الاتش 6. يقول لك هات الحصان بتاعك. الحصان جاي مش مهدد حاجه، انا بطرد الحصان برجعه مكانه وبعدين بكمل انتشار بالقطع بتاعتي وبعدين ببيت، ما عنديش اي مشكله. فتعالوا نشوف افضل رد على نقله الاتش 6. طبعا في الموقف انا مش هرشح لك انك ترجع بالحصان تاني، ولكن في الموقف هرشح لك انك تاكل حصان في بيدق وتضحي بالحصان بتاعك. احنا مضحيين ببيدق ودلوقتي بضحي كمان بالحصان بتاعي. دلوقتي انا طالب الوزير وطالب الرخ، انت مجبر انك تاكل بالملك. وهنا انا بلعب بيشوب سي 4 بنتشر بالفيل بتاعي بكش ملك. وبرده لما نيجي نبص على الاحصائيات هتلاقي ان نقله الكينج اي 8 ملعوبه 117 الف مره، 64% من الماتشات. وبالمناسبه الكينج اي 8 دي بتاخد كش مات. تعالوا نشوف الكش مات وبعدين نشوف افضل نقله كانت للملك ايه. هنا في الموقف انا بخرج بالوزير كش ملك، تغطي بالبيدق عشان تأخر المات، باكل وزير في بيدق، تمشي بالملك كوين اف 7 كش ملك، تطلع بالملك بيشوب اف 4، تطلع تاني بالملك كوين دي 5 كش ملك، ترجع بالملك وهنا كش مات، وكده انا كسبت الدور. فبالتالي بعد نقله البيشوب سي 4 النقله الافضل اللي ملعوبه بس في الموقف 16% هي انه يلعب كينج اي 7. في الموقف المفروض الاسود بيكسب الدور، ولكن حتى الان الدور مش سهل اطلاقا. شايفين الملك ازاي واقف في مكان سيء. في الموقف انا بلعب سي 3 طالب ان انا اكل بيدق في بيدق وابقى معايا مركز رقعه قوي جدا، فبالتالي غالبا هو هياكل بيدق في بيدق. وهنا انا باكل بالحصان منتشر اسرع من الاسود بكتير، مضحي بقطعه تضحيه غير كافيه. ولكن في الموقف صعب جدا الاسود يعرف يقاوم هنا، عشان كده قلت لكم ممكن تلعبوا نقله النايت جي 5 تلعبوها في ادوار البليدز او ادوار الشطرنج الخاطف. تعالوا بقى نشوف النقله اللي بنلعبها في اي دور، وهي نقله البيشوب سي 4. بنتشر بالفيل بتاعي، بتجاهل ان انا استرد البيدق، بلعب بيشوب سي 4. في الموقف الاسود عنده كذا حل للنقله دي. ممكن يفكر هنا ان هو يلعب بيشوب بي 4، نقلة متكررة كتير ان هو يخرج بالفيل ينتشر وفي نفس الوقت منتشر بكش ملك، وبيحاول يستغل ان نقلة السي 3 ساعتها انا باكل بيدق في بيدق، وكده انا حافظت على البيدق بتاعي هيفضل معايا بيدق زيادة. فتعالوا نشوف افضل رد على نقلة البيشوب بي 4 كش ملك. ساعتها انا بلعب برضو سي 3 لان انا كده انا مضحي اصلا بالبيدق، انا مش خايف ان هو ياكل بيدق في بيدق ويبقى كسبان بيدق، ولكن انا مضحي البيدق في الموقف انا مش باكل بالحصان لان ساعتها نقلة البيشوب بي 4 بتبقى نقلة منطقية. ولكن في الموقف انا باكل
بالبيدق بقول له هات الفيل بتاعك. كده انا بكسب تيمبو عليك او بكسب سرعه انتشار عليك. انت بتضطر انك تمشي بالفيل تاني وساعتها انا بكمل انتشار، فبالتالي بتخسر وقت انت في الانتشار. في الموقف دوت تعالوا نشوف نقلتين منطقيتين للاسود. النقله الاولانيه ان هو يرجع بالفيل لمربع الاي 7، طالب ان هو يلعب دي 6 وبعدين ينتشر بالحصان وبعدين يبيت. المشكله في نقله الاي 7 ان الفيل يرجع في مربع الاي 7 ان الوزير مش بيعرف يطلع في المربع دوت، فبالتالي انا بخرج بالوزير طالب ان انا اديك كش مات، والكش مات دي ملهاش اي حل غير انك تخرج بالحصان، وساعتها باكل فيل في حصان. طبعا انا دلوقتي طالب كش مات وكده انا كسبت الدور. طبعا انت مضطر انك تيجي بالرخ وتدافع عن الكش مات، ما ينفعش تاكل والا بديك كش مات. وطبعا لو جيت بالرخ انا اوريدي كسبت قطعه، باكل فيل في بيدق كمان طالب الرخه بتاعتك، فبالتالي بكسب الدور. لو فكر هنا خصمي ان هو يرجع بالفيل لمربع الاي 7. طب تعالوا نشوف نقله تانية منطقيه للفيل. ممكن يفكر هنا الفيل ان هو يلعب بيشوب سي 5، يرجع بالفيل لمكان منطقي بفكره ان انا لو خرجت بالوزير طالب ان انا اديله كش مات وفي نفس الوقت طالب الفيل، لا ساعتها بيخرج بالوزير مدافع عن الكش مات وفي نفس الوقت مدافع عن الفيل. ولكن في الموقف ده انا بلعب نقله تكتيكيه ان انا باكل فيل في بيدق كش ملك، طبعا لازم تاكل والا هبقى كسبت بيدق، وبعدين بلعب كوين دي 5 كش ملك، طالب الملك وكمان طالب الفيل، تمشي بالملك وهنا انا باكل وزير في فيل. ودور الابيض كويس في الموقف ده، انت مش منتشر بولا قطعه، ملكك اتحرك ورجع مكانه، فبالتالي ملكك هيفضل واقف في مركز الرقعه. دلوقتي انا طالب ان انا ابيت وبعدين انتشر بباقي القطع، دور الابيض افضل بكتير من دور الاسود. فاذا نقله البيشوب بي 4 النقله دي خلاص انا مش خايف منها، انا بلعب سي 3 ياكل باكل بالبيدق وبعد كده الفيل صعب ان هو يتحرك. فتعالوا نشوف نقله تانية ممكن يفكر فيها الاسود في الموقف ده، وهي نقله البيشوب سي 5. نقله تانية منطقيه، خلاص انت ما اكلتش حصان في بيدق، خلاص مفيش مشكله، انا هلعب بيشوب سي 5 هنتشر بالفيل بتاعي وفي نفس الوقت هحمي البيدق الزياده بتاعي. في الموقف ده انا بلعب سي 3 طالب ان انا اكل بيدق في بيدق. ساعتها طبعا لما باكل بيدق في بيدق ببقى مش بس استرديت البيدق ولكن كمان معايا سيطره على مركز الرقعه كويسه، وكمان هبقى كسبان تيمبو او كسبان انتشار على الفيل بتاعك، بتضطر انك تخسر وقت بالفيل. فبالتالي لما نيجي نبص على الاحصائيات هتلاقي ان هنا اكتر نقله ملعوبه في الموقف ده وانه ياكل بيدق في بيدق، ملعوبه 64% من المرات. تعالوا نشوف هرد ازاي لما ياكل بيدق في بيدق. في الموقف ده انا مش باكل حصان في بيدق، ولكن هنا انا بلعب نقله مهمه جدا لازم تبقى حافظها، ان انا باكل فيل في بيدق كش ملك. بنفس وجهة النظر ان هو لما بياكل بالملك طبعا هو لازم ياكل والا طبعا بيبقى فقد حق التبييت، وفي نفس الوقت انا كسبت بيدق في الموقف دوت، فاذا هو غالبا لازم ياكل. وهنا انا بلعب كوين دي 5 كش ملك وفي نفس الوقت طالب الفيل وبسترد القطعه بتاعتي. هنا طبعا افضل مكان للملك بتاعه ان هو يرجع في مربع الاي 8. وهنا برضو نقله مهمه لازم تبقى حافظها، مش ان انا باكل الفيل واسترد القطعه، ولكن الاول بلعب كوين اتش 5 كش ملك مهدد الملك بتاعه، عايز ملكه يروح لمكان اسوأ. مربع الاي 8 يمكن مربع كويس ولكن انا عايزه يروح لمكان اسوأ، يا اما يطلع بالملك هنا ويمنع قطعه ان هي تبقى منتشره وفي نفس الوقت في اللي ممكن ينتشر عليه بتيمبو، او انك تيجي بالملك هنا وبرضه ملك هنا مكانه سيء، او انك تفكر انك تلعب مثلا جي 6 وساعتها تبقى اضعفت الوتر دوا. وهنا بقى انا باكل الفيل بتاعي وكده الوتر دوا بقى ضعيف. في الموقف ده لما نيجي نبص على الاحصائيات وتشوف نسبه الفوز قد ايه للابيض، اول نقله نسبه الفوز للابيض 76%، النقله الثانيه 69، النقله الثالثه 70، والنقله الرابعه 79. فبالتالي نسبة الفوز غالبا معدية ل 74%. في الموقف ده انا طالب ان انا اكل حصان في بيدق، هبقى خسران بس بدقين مقابل ان الاسود برضه خسران بدقين، ولكن في المقابل خلي بالكم ان ملك الاسود مش بيعرف يبيت هنا، فاذا انا معايا افضليه كبيره. فبالتالي نقله منطقيه للابيض يفكر فيها ان هو خلاص انت مادام معاك افضليه في الانتشار انا احاول ان انا ابقى كسبان على الاقل بيدق. فهنا ممكن يفكر الاسود ان هو ياكل بيدق في بيدق، ساعتها انا باكل بالفيل، وهنا تبان شويه وجهه النظر ان انا الاول بديله كش وبعدين برجع اكل الفيل اني اضعفت الوتر دوا. تخيلوا الموقف دوا لو كان البيدق هنا كان الموقف شويه هيبقى مقبول للاسود، ولكن دلوقتي الوتر دوا بقى ضعيف جدا. في الموقف دوا هو ممكن ينتشر بالحصان عشان بينتشر بالقطعه وفي نفس الوقت بيحمي الرخه بتاعته. هنا انا ببيت مش بحمي البيدق، لانه لو فكر ان هو ياكل البيدق ببساطه بكمل هجوم على
الملك بتاعه. فاذا هنا بيفكر هو انه يلعب دي 6 ويهدد الوزير بتاعي. بلعب كوين سي 4 منعه من التبييت، مش بيعرف يبيت. طبعا هو ما كانش يقدر يبيت النقله اللي فاتت لان الوزير مهدد المربع ده، فاذا دي 6 بيحاول يبيت. كوين سي 4 منعه برضو من التبييت. وفي الموقف ده اكتر نقله بتتلعب برضو هي نقله الروك اف 8، ان هو يمشي بالرخه بتاعته يحمي الحصان اكتر، وفي نفس الوقت يفك الرابطه بتاعه الحصان اللي كانت على الرخ. في الموقف ده انا بلعب روك اي 1، طالب ان انا ازيح البيدق وافتح الدور اكتر على الملك. لو فكر مثلا هنا ان هو يلعب بيشوب جي 4 ينتشر بالفيل، طالب ان هو ياكل فيل في حصان ويبوظ لي البيادق بتاعتي. ساعتها انا بزيح البيدق، وكده الفكره بتاعه الاي 5 بتنجح. بزيح البيدق، طالب ان انا اكل بيدق في حصان بكش ملك، الكش دي هتبقى خطيره جدا. فبالتالي ممكن تفكر انك تاكل بيدق في بيدق. باكل بالحصان، تاكل حصان في حصان. باكل بالفيل، طالب ان انا اكل فيل في حصان كش بالكشف، وطبعا في الموقف ده انا بكسب الدور بسهوله. ولو فكر في الموقف ده ان هو ما يلعبش بيشوب جي 4 ويهدد الحصان بتاعي، ولكن يلعب كوين اي 7، شويه بيحاول ان هو يمنع الزاحه وفي نفس الوقت بيحمي مربع الاي 6. طالب ان هو ينتشر بالفيل مهدد الوزير بتاعي، يكسب تيمبو او يكسب انتشار عليا، وبعد كده يحاول ان هو يبيت طويل. في الموقف ده انا بكمل انتشار عادي، بلعب نايت سي 3، واول ما بيلعب البيشوب اي 6 انا بنط بالحصان، طالب الوزير بتاعك وكمان ضاغط اكتر على الحصان بتاعك. ولما تفكر انك تاكل فيل في حصان، انا باكل بالبيدق. طبعا الرابطه دي خطيره جدا وبرضو انا بكسب الدور. فاذا بعد نقله السي 3 اكتر نقله بتتلعب في الموقف ده ان هو ياكل بيدق في بيدق. ساعتها انا مش باكل بالحصان ولكن بلعب فيل في بيدق، وبعدين بدي كش بالوزير، وغالبا انا بكسب الدور بعد كده. فتعالوا نشوف في الموقف ده نقله تانية ممكن يفكر الاسود ان هو يلعبها، نقله منتشره برضو ولكن طبعا زي ما قلت لكم اقل انتشارا من نقله بيدق في بيدق، وهي نقله النايت اف 6. ينتشر بالحصان بتاعه، ضاغط على البيدق اللي في الاي 4، طالب ان هو يكمل انتشار بفكره انك لو كلت بيدق في بيدق هتبقى كسبان تيمبو على الفيل. يعني هنا انا ممكن افكر ان انا اكل بيدق في بيدق مهدد الفيل بتاعه على امل ان هو يمشي بالفيل وبعدين انتشر بالحصان حامل بيدق. المشكله ان نقله بيدق في بيدق هو بيمشي بالفيل بكش ملك، وبعدين ممكن يفكر ان هو ياكل حصان في بيدق. نقله بيدق في بيدق مش غلط، ولكن في نقله افضل من ان انا اكل بيدق في بيدق، وهي ان انا ازيح البيدق، طالب الحصان بتاعك. وهنا لو فكرت انك تمشي بالحصان لمربع نشط اللي هو مربع الاي 4، في الموقف ده برضو انا مش باكل بيدق في بيدق، لاني لو كلت بيدق في بيدق بيمشي بالفيل بكش ملك، وبعدين بيلعب نقله الدي 5 وبقى معاه سيطره كويس على مركز الرقعه. برضو دوري افضل، ولكن في نقله افضل من ان انا اكل بيدق في بيدق، وهي ان انا ابيت في الموقف بوجهه نظر ان انا النقله الجايه هاكل بيدق في بيدق. هنا لو فكرت انك انت اللي تاكل بيدق في بيدق، ساعتها لا، انا بلعب كوين دي 5 وكده انت خسرت الدور. دلوقتي انا ضاغط على الحصان بتاعك، ضاغط على الكش مات، وضاغط على الفيل بتاعك. الفيل محمي، ولكن دلوقتي هات الحصان وهات الكش مات، فبالتالي بتخسر الدور. فاذا في الموقف ده هو ما ينفعش ياكل بيدق في بيدق. ولو فكر هنا ان هو يلعب مثلا اي حاجه زي بيدق اتش 6، لا خلاص انا دلوقتي باكل بيدق في بيدق، طالب الفيل. ما عندكش وقت انك تلعب نقله الدي 5، بتمشي بالفيل بتاعك، وهنا انا اللي بلعب نقله الدي 5 ومعايا سيطره كبيره على مركز الرقعه. فاذا في الموقف ده بعد نقله التبييت هنا ممكن يفكر ان هو يلعب دي 5 مباشره ويهدد الفيل بتاعي. ساعتها انا باكل بيدق في بيدق، بفتح العمود طالب ان انا اجي بالرخ واربط لك الحصان بتاعك، فبالتالي انت مضطر انك ترجع بالحصان عشان الحصان ما يبقاش مربوط. وهنا انا بلعب روك اي 1 كش ملك. طبعا ما ينفعش تغطي بالفيل والا باكل فيل في فيل، مضطر انك تغطي بالحصان. دلوقتي انت طالب الفيل بتاعي، هنا انا برجع بالفيل. دلوقتي انا طالب ان انا اكل بيدق في بيدق، هبقى كسبان تيمبو او كسبان انتشار على الفيل بتاعك، وبعدين بنتشر بباقي القطع ومش خسران اي بيادق، بالعكس انت اللي وضعك صعب جدا. فبالتالي ممكن تفكر انك تاكل بيدق في بيدق، ما دام انت خسران انتشار تحاول انك تبقى على الاقل كسبان بيادق. في الموقف ده انا باكل حصان في بيدق. وهنا لو فكرت انك انت تبيت على امل اني خلاص كده ما عندكش اي مشاكل وكسبان بيدق ودورك كويس جدا، المشكله انك في الموقف ده بتخسر مباشره. هنا انا بلعب بيشوب جي 5 جاي بالفيل رابط الحصان بتاعك، وللاسف ما تقدرش تلعب نقله الاف 6 لان البيدق مربوط على الملك، فبالتالي انت مجبر انك تلعب نقله نايت اف 5 عشان تحمي الحصان بتاعك.
وهنا نقله قويه للابيض بتخليه يكسب الدور، ان انا بلعب فيل في بيدق كش ملك، بفكره انك لو كلت بالرخ هتبقى سبت لي وزيرك ببلاش، فبالتالي انت مجبر انك تاكل بالملك. وهنا انا بلعب كوين بي 3 كش ملك، مهدد الملك وفي نفس الوقت ممنوع انك ترجع مكانك، مضطر يا اما ترجع بالملك مكانك يا اما او مربع الاي 8 او مربع الجي 6. لو فكر هنا الملك ان هو يرجع لمربع الاي 8 ببساطه بديله كش ملك، طالب الملك وكمان طالب الفيل وبكسب القطعه ودوري كويس جدا. ولو فكر في الموقف ده بعد نقله الكوين بي 3 ان هو يطلع بالملك لفوق، بنط بالحصان بكش ملك. طبعا لو فكرت انك تيجي بالملك هنا مش هتستفيد حاجة، فبالتالي ممكن تفكر انك تاكل الفيل. وهنا بلعب نايت اي 4 كش ملك، تمشي بالملك كش بالوزير، مضطر انك تغطي بالحصان، وزير في حصان كش مات. فاذا بعد نقله الاي 5 لو فكر هنا الاسود ان هو ينط بالحصان لمربع نشط اللي هو مربع الاي 4، لا ساعتها انا ببيت وباجي بالرخ في مركز الرقعه وغالبا انا بكسب الدور. فبالتالي ممكن يفكر هنا الاسود ان هو يلعب بنفسه نقله الدي 5 دلوقتي قبل ما الوضع يبقى صعب ان انا اوصل انا بالبيدق لمربع الدي 5، يبقى شويه معاه سيطره على المركز. ساعتها انا بلعب بيشوب بي 5، باجي بالفيل بتاعي رابط الحصان، بينط بالحصان لمربع الاي 4. وهنا انا مش ببيت، لاني لو بيت ممكن يفكر ان هو ياكل بيدق في بيدق، ولكن في الموقف ده انا اللي باكل بيدق في بيدق بنفسي. طالب الفيل بتاعك، تمشي بالفيل وتحاول انك تكسر قطع. ساعتها انا بلعب بيشوب دي 2، عايز اكسر فيل في فيل ما عنديش مشكله، تاكل فيل في فيل، باكل بالحصان مهدد الحصان بتاعك، تاكل حصان في حصان، وهنا انا باكل بالوزير. ولو فكرت في الموقف ده انك تبيت، باكل الاول فيل في حصان عشان ابوظ لك البيادق وبعد كده ببيت، ودور الابيض افضل بكتير. دلوقتي انا طالب ان انا اجي بالرخ هنا واحاول ان انا ابدا ان انا اجوز ارخاخ واضغط على البيدق اللي في مربع السي 6 والبيدق كمان اللي في مربع السي 7. ولو فكرت هنا انك تلعب بيشوب جي 4 وتحاول انك تبوظ لي البيادق بتاعتي في جناح الملك على امل ان مفيش فيل بيحمي الحصان دلوقتي، لا ساعتها انا بلعب نايت اي 1، بمشي بالحصان بتاعي، طالب ان انا العب الحصان في مربع الدي 3 وبعدين مربع السي 5. حصاني اقوى من الفيل بتاعك بكتير، كمان ممكن افكر ان انا ازيح البيادق في جناح الملك، فبالتالي دور الابيض افضل بكتير. فاذا بعد نقله البيشوب سي 4 احنا شفنا لو فكر ان هو يديني كش ملك ازاي انا بزيح البيدق، ولما بياكل انا باكل بالبيدق. وشفنا لو فكر ان هو يلعب بيشوب سي 5 ازاي انا بلعب سي 3 ولو اكل بيدق في بيدق انا باكل فيل في بيدق. تعالوا نشوف لو فكر هنا الاسود ان هو يلعب نايت اف 6 وينتشر بالحصان، ساعتها انا بزيح البيدق، طالب الحصان بتاعك. وهنا تعالوا نبص على الاحصائيات، هتلاقي ان اكتر نقله ملعوبه في الموقف ده وهي نقله النايت جي 4، ملعوبه 350 الف مره تقريبا. ان هو ينط بالحصان نقله منطقيه وضاغط على البيدق اللي في مربع الاي 5، طالب ان هو ممكن بعد شويه يجي بالوزير ويضغط اكتر على البيدق اللي في مربع الاي 5، طالب كمان ان هو يطلع بالفيل ويكمل انتشار. في الموقف ده انا ببيت، وبرده اكتر نقله ملعوبه في الموقف ده انه ياكل حصان في بيدق. طبعا النقله دي خطا فادح لان كده انا كسبت الدور. خلي بالكم حتى لو ما اكلش حصان في بيدق، انا النقله الجايه طالب ان انا العب اتش 3، طالب الحصان هيضطر يروح لمربع سيء جدا، وساعتها ممكن ابسط حاجه افكر ان انا اكل فيل في حصان وابوظ له البيادق بتاعته. فاذا كده وضعيه الحصان سيئه. لو فكر انه ياكل حصان في بيدق، ببساطه حصان في حصان، ياكل بالحصان، روك اي 1، هات الحصان بتاعك والحصان مربوط، لازم تلعب دي 6 وهنا انا بلعب اف 4، النقله اللي بعديها باكل الحصان اللي مربوط وكده انا كسبت الدور. فاذا بعد نقله الاي 5 نقله النايت جي 4 اللي هي اكتر نقله ملعوبه انا بكسب الدور. ولو فكر في الموقف الاسود ان هو يلعب دي 5 يهدد الفيل بتاعي، ساعتها انا بمشي بالفيل رابط الحصان بتاعه، بيمشي بالحصان وهنا انا باكل حصان في بيدق، ضاغط على الحصان بفكره ان هو لما بيلعب بيشوب دي 7 في الموقف انا مش باكل حصان في حصان والا بياكل بالبيدق ويكسب تيمبو عليا، يعني بعد حصان في حصان بياكل بالبيدق مهدد الفيل بتاعي، بضطر ان انا اخسر نقله بالفيل. ولكن في الموقف لا، انا باكل بالفيل عشان ما اخسرش نقله،
بياكل بالبيدق، وهنا انا بلعب تبييت، وفي الموقف دوت دوري افضل. ليه دوري افضل؟ لو فكر هنا ان هو يلعب نقله طبيعيه مثلا زي نقله البيشوب اي 7 او بيشوب سي 5 ينتشر بالفيل بتاعه، ساعتها انا ببدا ان انا ازيح البيادق في جناح الملك، افضل ازيحهم لحد الاخر. هنا انا مش بلعب اف 4 على طول، ولكن الاول بلعب اف 3 طالب الحصان بتاعك، بفكره انك لما بتمشي بالحصان بزيح البيدق تاني طالب الحصان بيرجع بالحصان، وهنا كاني كسبت نقله زحت البيدق وهو ما لعبش، لعبت نقلتين ورا بعض. هنا قبل ما بزيح البيدق تاني لازم الاول اخلص من الحصان القوي دوت، فبلعب الاول نايت دي 2 بعد ما استغليت الحصان ان هو ساعدني ان انا ازيح البيدق، بعدين بلعب نايت دي 2 عايز اكسر الحصان دوت، بياكل حصان في حصان، باكل بالفيل، وهنا انا طالب ان انا ابدا ان انا ازيح البيادق بتاعتي وهاجم على جناح الملك. ولو فكر هنا الاسود ان هو يلعب سي 5 ويهدد الحصان بتاعي، ساعتها انا مش برجع بالحصان لمربع الاف 3 لان ساعتها مش هعرف ازيح البيادق بسهوله، ولكن انا برجع بالحصان لمربع الاي 2 عشان تفضل زيحه البيادق مدعومه. ولما يفكر ان هو يبيت انا بزيح البيدق، وحصاني ممكن يفكر ان هو ينط في مربع الاتش 5 يدعم ان البيدق يتزاح تاني. الموقف ده برضو الابيض افضل من الاسود. لو انت متابعني لحد هنا متنساش تعمل لايك، اللايك بيساعدنا ان احنا نوصل لاكبر عدد من الناس، واكتب لي في الكومنتات ان انت بطل من الابطال اللي متابعينا لحد الاخر. اما بقى لو انت عايز دفاع قوي بالاسود ينفع برضو استخدمه كمبتدئ شطرنج، ممكن تتفرج على الدفاع ده. اشوفكم على خير ان شاء الله، الى اللقاء.